طبعا المشهد ده متكرر وممكن بيحصل لناس كتير جدا، بتفتح التلاجة جعان ما عندكش وقت فبتاكل اي حاجة قدامك، كمثرية، بيتزاية، لقيت مثلا في السكة بلح اصفر كده كرانشي وحلوة وصغنن على البق برضو، بسكوتية كده حزينة قاعدة لوحدها، لا طبعا بقي اولى بيها. ودلوقتي هتيجي تقولي لي انا مش عارفة بجد ايه اللي بيزود وزني، انا اكلي معظمه صحي ومن البيت، يعني انا اللي بعمله ده غلط في حاجة؟ ايوه، بلاش نقنقه كده على الواقف، حتى لو بتنقنقي صحي، عشان وانتي بتنقنقي مش هتعرفي تحددي كميه الاكل اللي بتاكليها، وكمان هتحسي ان انتي مش ساتيسفايد، وما قعدتيش كده احترمتي الاكل واحترمتي جسمك، وقعدتي اكلتي باستمتاع ومزاج وشبعتي. واصلا معظم الوقت اللي بينقنق في حاجات مش صحيه، بسكوت، شيبسي مع الولاد، مقرمشات مع الولاد مع اصحابه الى اخره، ومش بنحسب السعرات دي. فالحاجات دي بتزود وزننا، وفي نفس الوقت ممكن نكون بقيت يومنا كله أكلنا صحي. يبقى ما تستكترش على جسمك وصحتك، شوية وقت صغيرين تاخد طبق تحط فيه مكسرات ولا سوداني، وتحط فيه فاكهة، وتحط فيه كوباية لبن بقهوة مثلا أو بنسكافيه، وتقعد كده تاخد سناك تنقنق بدل التلقيط على الواقف اللي ما بتحسش بيه.